اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. يحكى ان ابونا فلتؤوس السورياني قال لبعض الرهبان ان المتنيح القمص اغابيوس السورياني ظهر له بعد نياحته، فطلب منه ابونا فلتؤوس ان يطلب من الرب ان يذهب الى الفردوس ليرى مكانه في الفردوس هناك. فبعد موافقة الرب على طلبه دخل ابونا فلتؤوس وشاهد مكانه الذي كان صغيرا جدا بالنسبة للأماكن التانية، فقال مخاطبا الملاك الذي رافقه في ذهابه إلى الفردوس: هل بعد 40 عاما أجاهد في حياتي الرهبانية أحصل على هذا المكان الصغير فقط؟ فرد عليه الملاك قائلا: كلما جاهدت أكتر سوف تأخذ درجة أعلى ومكانا أكبر. بعد أن رجع أبونا فلتؤوس من رؤية مكانه في الفردوس بدأ يجاهد جهادا شديدا في أصوام امتدت طوال السنة، وكان يعيش فيها نباتيا، وكان يصوم بنسك شديد ومطنيات بأعداد كبيرة، حتى أن الرهبان الآباء في الدير حينما رأوه يجاهد في هذا الجهاد الشديد احتاروا ولم يفهموا لماذا يجاهد كل هذا الجهاد. ولكن الرد على سؤالهم هذا أجاب عليه أبونا فلتؤوس بعد عدة سنوات في إحدى جلساته مع بعض الرهبان، إذ كان ذات يوم متهللا بالروح حدثهم عن ذهابه إلى الفردوس، وأن مكانه أصبح الآن كبيرا بعد الجهاد الشديد. وكان أحد الآباء يشك فيما يقول أبونا فلتؤوس، فحدث له أثناء نومه بالليل أن ملاك الرب أخذه بالروح وأصعده على ربوة عالية، وعند صعوده وجد رجلا يحمل على يده سيفا ويتقدم نحوه مريدا أن يقتله. وفي الحال تدخل ملاك الرب ودافع عن هذا الراهب حتى دخل به إلى الفردوس، وهناك وجد أن أبونا فلتؤوس في انتظاره مرحبا به وهو يقف أمام مكانه السامي المعد له. وعندما استيقظ هذا الراهب من النوم خرج يعتذر لأبونا فلتؤوس عما جال في خاطره، فسأل عنه فوجده يجلس مع مجموعة من الرهبان. حينئذ دخل الراهب وسلم على أبونا فلتؤوس، فابتسم أبونا فلتؤوس وقال له: يا أخويا، الشيطان كان عاوز يمنعك من الدخول وشهر سيفه عليك، لكن الملاك ما سبكش. ابقى صدق تاني مرة. بركة وصلاة أبونا فلتؤوس السورياني تكون معنا أمين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.